اسكتي يا ماما، ده انا اشتريت النهارده شويه حاجات، انما ايه مش هتصدقي. حاجات منين يا بيت؟ من عند الوليه ام امان. ام امان؟ ليه هم بقوا بيبيعوا حاجات هم رخرين في البتاع ده اللي اسمه اونلاين؟ لا يا ماما اسكتي، بعد الشر علينا، دي الحالة اتدهورت بهم خالص وبقوا بيبيعوا كل حاجة، ده حتى عفش البيت واللند والسجاد والأجهزة وكل حاجة قعدوا بيبيعوها. يا خرابي، هي الحالة اتدهورت بهم قوي كده لحد عفش البيت كمان بيبيعوه؟ يا ماما، دي ظروفهم بقت صعبة قوي. وانت بقى اشتريتي منهم ايه يا موكوسة على عينك؟ عايزة الصراحة يا ماما، انا كان عاجبني شوية حاجات كتير قوي، بس ما اشتريتش غير كام حاجة كده بسيطة. جبت الحاف شتوي اللي هو الفايبر ده الجميل، وجبت طقم دفايات وشوية بقى ايه شنط وجبت بقى ايه طقم ملايات، انما ايه جامد. وانت يا بنت جبت فلوس الحاجات دي كلها اللي اشتريتيها دي منين؟ دي زمان حاجات غالية قوي. يا ماما، ما هم عشان بقى ايه ظروفهم وحشة وكده فنزلت في سعر الحاجات خالص، وبعدين ايه كمان بتبيعهم بالقسط. يا عيني عليهم للدرجة دي، ده اكيد ظروفهم وحشة خالص. والنبي يا بنتي قلبي وجعني. تعرفي يا ماما، انا ما دفعتش غير 100 جنيه بس، وخدت كل الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي، وكل شهر بقى هبقى اديلها مبلغ. وانتي يا منى جالك قلبي يا بنتي تشتري كل الحاجات دي وما تديلهاش غير 100 جنيه بس، وكمان بالقسط؟ يا خراب عليكي، قلبك ده ايه حجر؟ ما هو انا يا ماما ما معيش فلوس يعني ادفع الحاجات دي كلها كاش. يا بنتي انا ما اقصدش اللي انت بتقوليه ده، انا قصدي يعني ازاي تبقى الست في ظروف وحشه كده ومزنوقه وعماله تبيع في عفش البيت وانت تجري تروحي تشتري منها الحاجه؟ ده انت كنت تديها الفلوس اللي معاكي كده يعني منك كده لوجه الله وما تاخديش منها اي حاجه. هو انا لوحدي يا ماما اللي اشتريت؟ ده الدنيا بحالها كانت عندها في الشقه وعماله تشتري منها حاجتها. الله يا بنتي، كل واحد بيجيله يوم ويقع في اللي هي وقعت فيه ده، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه، احنا ملناش دعوه بالناس. يعني انا هعمل ايه يعني دلوقتي؟ انا خدت ال100 جنيه دي من جوزي واديتها لها خلاص وخدت الحاجات، اعمل ايه بقى؟ روحي يا بنتي رجعي لها الحاجات دي، وال100 جنيه اللي انت خدتيها من جوزك انا هديها لك تروحي ترجعيها له تاني. اعتبروهم صدقه كده يا بنتي طلعت لوجه الله، ولا انت تبرعت بيهم لحد غلبان؟ اوعي تفكرها يا بنتي مبسوطه وهي عماله كده تبيع في عفش بيتها وحاجتها وظروفها وحشه والناس عماله تشتري منها يمين وشمال. لا يا بنتي، انت ما انتش حاسه بالناس. تعرفي يا بنتي، انا زمان وقعت في مشكله زيها كده واتزنقت وكانت ظروفي وحشه، وبعت كل الذهب اللي كان في ايدي، وكنت ببيع في البطاطين وفي الحفه وفي حاجاتي كلها، وكانت الناس تيجي تشتري مني الحاجه ويدوني الفلوس، بس انا قلبي من جوه يا بنتي كان بيتقطع وكنت بعيط كده هوت على الحاجه بتاعتي. عشان كده انا حاسه باللي هي فيه وباللي هي حاساه دلوقتي، وهي عماله تبيع حاجتها حاجه ورا التانيه وتاخد منكم الفلوس يا بنتي، بس اكيد ده غصب عنها عشان ظروفها وعشان هي محتاجه يا عيني. يعني انت رايك يا ماما اروح ارجع لها حاجتها؟ يا بنتي يا ريت يا ريت تروحي ترجعي لها حاجتها، عشان هي يا بنتي اكيد دلوقتي من جواها بتتقطع على حاجتها اللي هي باعتها دي. طب وانت يعني هتديني بقى ال100 جنيه ولا ايه؟ ايوه يا بنتي هديهم لك يا نصيبه يا ساده، تروحي ترجعيهم مكانهم جاتك نيله. خلاص يا ماما، اول ما انزل من عندك هروح ارجع لها حاجتها على طول. تعالي بقى يا ماما نقعد بره احسن، مرات اخويا زمانها ايه زهقت من القعده لوحدها. يا دهوتي، ده انا نسيت مرات اخوكي قاعده لبره في الصاله لوحدها، يا دي الكسوف يا ولاد. معلش يا بنتي، البنت ده هلا بختني وقعدت تتكلم معايا في المطبخ لما تولد دماغي وسبناكي قاعده لوحدك. ولا يهمك يا حماتي، ده انا كنت بتكلم في التليفون يعني ما كنتش قاعده فاضيه ولا حاجه. على فكره يا منى، جوزك واقف بره وعمال ينادي عليكي يا حبيبتي. ايه ده صحيح؟ ايوه يا بنتي، تصدقي انا سامعه صوت كده زي صوت عمال ينادي عليكي، بس قلت يمكن انا بيتهيألي. قومي يا بنتي قومي شوفي جوزك يا منيله على عينك. حاضر يا ماما حاضر. ايوه يا خالد، ايوه عايز ايه؟ شوفي البنت بتزعق ازاي، ما تطلعي يا بنت بره تشوفي جوزك عاوز ايه بدل ما انت عماله تزعقي كده، خرمتي ودنك. بقولك ايه يا ماما، خالد عايز يدخل الحمام عشان عاوز ياخد دش. وماله يا بنتي، يدخل الحمام فاضي ما فيهاش مشكله يعني. طب انت عندك يا ماما شامبو في الحمام؟ يا دي الاحراج يا ولاه، تصدقي يا بنتي ما عنديش شامبو ولا اي شاور في الحمام، كان عندي بس خلصوا. طب ما فيش حتى اي حاجه ولا صابونه حتى بريحه؟ ما انا يا بنتي بعت لولا ابنك عشان يروح يجيب لي الصابونه وما جاش لحد دلوقتي. يا دي الفضايح يا ولاه، ايه الكسوف ده؟ يعني الراجل يدخل الحمام عندنا ما يلاقيش اي حاجه خالص يستحمى بيها، لا شامبو ولا صابونه ولا شاور ولا اي حاجه؟
معلش يا منال يا بنتي، ما لاقيش عندك شويه شامبو ولا صابونه ولا اي حاجه؟ ايوه يا ماما، عندي في الشقه كل حاجه، عندي شامبو وشاور وصابون، اللي انت عايزاه شوف انت عايزه ايه وانا اجيبهولك. لا 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 لا، هو انت لسه هتروحي شقتك تجيبي الحاجات دي؟ انا بقول ايه رايك يا بنتي يا منى لو جوزك يطلع يروح يستحمى في شقه اخوكي؟ ايه ده، هيطلع الشقه بتاعتي يستحمى؟ اه يا بنتي وماله، ما هي الشقه فاضيه ما فيهاش حاجه يعني. حتى يبقى واخد راحته يعني في الشقه منها فاضيه، بدل ما يتحرج مننا واحنا قاعدين كده في الصاله. يلا يا بنتي روحي قولي له. خلاص يا ماما حاضر، هروح اقول له. اطلعي يا بنتي معاه فوق عشان لو احتاج حاجه اطلعي معاه الشقه، وخد المفتاح من درج الكومودينو. حاضر يا ماما. بقى انا انسى اجيب الشامبو كده هوت للحمام، ما تشتريهولي يا بنتي كده وانا ابقى احاسبك عليه. حاضر يا حماتي من عينيا. ولا اقول لك انت لسه هتروحي تشتري، ابقي نزلي لي الشامبو بتاعك اللي في الشقه فوق ابقى استعمله، وانا ابقى برضه حاسبك عليه يعني مش مشكله. حاضر حاضر يا حماتي. ثواني ثواني يا خالد، هجيب لك الفوط اهو. انا عارفه بس هما بيعينوا الفوط فين حته. انا هقلب الاوضه بس يا ولاد واقعد ادور كده اهو في كل مكان. ايه ده يا حلاوه، ايه كل الهدوم الجميله دي؟ يخرب عقلك يا بنتي يا منال، كل ده هدوم. وطبعا اخويا هو اللي عمال يصرف ويجيب، دي مقشوطاه اول باول. اما ادور لجوزي كده على فوطه جديده، ولا يعني هو اقل منها؟ اما اشوف كده. جوزك نزل يا بنتي يا منى؟ ايوه يا ماما نزل، استحمى وخد الشاور بتاعه وراح نزل على طول. على فكره يا منال انا قفلت الباب بتاع الشقه ورايا يا اختي. وماله يا حبيبتي، البيت بيتكو. بقولك ايه يا حماتي، انا هنزل بقى عشان اروح لام نوره عشان اديلها الجمعيه لحسن انساها معايا وافضل اصرف منها. وماله يا بنتي، انزلي بدل ما تروح مشوار ولا حاجه، انزلي الحقيها بدل ما تقعدي تدوري عليها. اسكتي يا ماما، ده احنا طلعنا الشقه فوق وجوزي بقى قاعد يتريق على الشقه وعلى النظام اللي هي عاملاه، ويقول لي هي مالها مزنقه الحاجات في بعضها كده ليه؟ هي مرات اخوكي دي مش منظمه ليه ومش مرتبه الحاجه كويس؟ ده انا يا بنت قلت لها مليون مره النظام اللي انت بتعمليه في شقتك ده وحش، وما تلزقيش الحاجات كده في بعضها. ما هي شايفه احنا عاملين العفش بتاعنا هو موسعينه عن بعض ومخليين الدنيا واسعه، انما هي بقى تمسك الحاجات تلزقها في بعضها. ومليون مره يا بنتي انا اشيل الحاجات اوسعها عن بعضها وهي ما فيش فايده، تروح برضو تزنقهم. وقال عماله تقول لي ايه دي شقتي وانا حره فيه، شقتها ايه ام شقه، دي شقه ابني الموكوسه. ده انا والله كنت مكسوفه من جوزي يا ماما وهو عمال يتريق على كل حاجه في الشقه. ده انا اخويا ده واد غلبان ما بيتكلمش معاها ولا بيقول لها تلت التلاته كام. اصلا انا يا بنتي قلت لها الكلام ده قبل كده كذا مره، يعني الواحد عشان يعدي كده من الحته دي للحته دي لازم يتخبط في العفش. يا بنتي وسعي الحاجات عن بعضها مفيش فايده، مع ان يعني الشقه كبيره وواسعه. يقول لها يا بنتي وسعي على نفسك، يا بنتي ايه اللي انت بتعمليه ده مفيش فايده، واعمل لها الحاجات وارتبها لها وارجع تاني يوم اطلع الاقي الحاجات رجعت تاني زي ما كانت. يعني هي مبسوطه كده لما جوزك يقعد يتريق عليها وعلى شقتها وعلى حاجات اخوكي؟ طب بقول لك ايه يا ماما، ما تيجي نطلع انا وانتي كده نوضب لها الشقه بقى كده على ذوقنا وعلى مزاجنا، اصلها ذوقها وحش وزي الزفت. يا بنت تصدقي ده فكره حلوه قوي، تعالي يلا انا وانتي نطلع نوضب الشقه كده على ذوقنا وعلى مزاجنا، ولا احنا لسه هنستنى لما جوزك يجي ويطلع تاني يتريق على الشقه ويروح يقول لاخوك ويفضحنا قدامه؟ ولا خابه لحسن يروح لامه ويقول لها ده شقه اخوها زي الزفت وذوقها زي الزباله. يلا يا بنت يلا نطلع نوضب لها الشقه يا بنت على ذوقنا يلا. ايوه يا ماما يلا نطلع نعمل لها الشقه كده على ذوقنا بدل ذوقها اللي يقرف الكلب. ايوه طبعا، امال ايه، ده احنا ذوقنا جميل ولا يعلى عليه، هو في حد ذوقه زي ذوقنا ولا ايه؟ تعالي يا بنت ورايا يلا تعالي همي.